السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى احنا هنعمل لكم طريقة الفسيخ بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله. بسم الله. دلوقتي احنا اول حاجة هنغسل الفسيخ زي ما حضراتكم شايفين كده. نغسله من الخشاش حلو جدا ومن الظهر وننضفه حلو. بعد كده نبدأ ان احنا نفرده على فوطة لحد ما ينشف خالص، لحد ما الجلدة بتاعته تنشف خالص كده. ونجيب مناديل من هي المناديل الورقية بتاعتنا، ننشف النغشيش بتاعتها كويس قوي. وبعد كده نجيب ملح وحبة كركم، نقلبهم في بعض كويس. وكل فسيخة مننا هتاخد مقدار 3 معالق ملح، نحط في النغشيش وعلى وعلى وش الفسيخة كده. ونبدأ نجيب كيس ونحط الفسيخة معانا خلف خلاف، يعني الراس في الديل، الراس في الديل. مقدار معلقة ملح في النخشوش من هنا ومعلقة من هنا، والمعلقة التانية بنرشها ايه زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. هنعمل الكمية كلها بالطريقة دي كده. لو مشيتوا على الطريقة دي بالظبط ان شاء الله تاكلوا احلى فسيخ، فسيخ مزبد وجميل احلى من اللي بتجيبوه من بره. ونجيب الكيس بتاعنا، نبدأ نحط فيه فسيخ خلف خلاف، الراس في الديل، ونرش ملح بين كل طبقة وطبقة، نرش حبة ملح بالطريقة دي كده. الراس في الديل، الراس في الديل وحبة ملح. ونحط الطبقة اللي بعديها الراس في الديل ونحط ملح. نبدأ نربط الكيس بتاعنا حلو، نفرغ منه الهواء، نطلع منه الهواء جامد ونربطه. وندن على كده كمان 3 اكياس 4 اكياس في بعضيهم. نبدأ نلف ونحطه في كيس ونلف 4 اكياس، ويكون الكيس اخر كيس ده يكون محكم خالص. ونجيب علبة ونروح حاطينه فيها. وكل يوم هيقعد لمدة 10 ايام، كل يوم ان شاء الله نقلبه على اليمة التانية، نقلب الكيس على اليمة التانية، كل يوم نقلب الكيس على اليمة التانية. بس كده خلاص بيقعد ال10 ايام معانا. بعد كده تاكل احلى فسيخ بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي لايك وتعملوا الاشتراك. باي باي.